السلام عليكم. دعونا في هذه المرة نتكلم عن موضوع مختلف تماما عن المجال التكنولوجيا والاختراقات الإلكترونية. دعونا نتكلم عن موضوع مهم جدا، ونتكلم عن موضوع الحب، ونتكلم عن هذا الموضوع من عدة زوايا مختلفة. في البداية، قبل أن نغوص في الحب، تخيل معي إذا وقعت في الحب وشاء القدر وتزوجتما. عن الحب والقناعة، فكيف ستصبح حياتكم بعد الزواج، بعد تأسيسكم لعائلة صغيرة جدا مليئة بالسعادة والفرح والمرح؟ وكيف سيعيشون أبناءكم في أتم السعادة مع أبوان متفاهمان جدا، لدرجة حتى سقطت عليهم مشاكل الدنيا وما فيها سيتجاوزها الحب فقط. الحب من يحقق المعجزات. أنصحكم بالزواج عن الحب. لماذا نستلطف أحدهم أحيانا بدون أي سبب؟ يعني الحب من النظرة الأولى. أخبرني صديقي في الثانوية أنه أحب فتاة بمجرد أن تعرف عليها للمرة الأولى، ولم يطول معها الحديث حتى، وبدأ يحكي ويتغزل بها لدرجة أنه كان يراها أجمل وأروع فتاة في تلك الثانوية أو في تلك المؤسسة بأكملها. وكان دائما ما يسألني: ماذا علي أن أفعل يا أحمد؟ يعني بحالي لا أنا عارف شنو خاصو يدير وما قلتلو والو. وعندما رأيت أنا الفتاة وجدتها فتاة عادية جدا، ليست بتلك المواصفات الساحرة التي يتغزل بها، وبل لم أرى فيها أي صفة خارقة. لكن على ما يبدو أن هذا هو الحب من النظرة الأولى. والجميل، دعني أخبرك عن الحب من النظرة الأولى، وربما ستسمعها لأول مرة. سبب حبك للنظرة الأولى أنك قابلت من تحب في عالم الذر أو الميثاق. كيف؟ في بداية الخلق خلق الله عز وجل مساحة على ظهر آدم، فأخرج منها كل ذريته. طبعا أنا وأنت كنا في عالم الميثاق، وكنا حاضرين، وأرشدنا الله عز وجل وقتها وقال: ألست بربكم؟ فقلنا: بلى أنت ربنا. كما جاءت في الآية الكريمة: فإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأرشدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فقالوا: بلى شهدنا. يعني في تلك الوقت كنا أرواح في عالم الميثاق أو عالم الذر، يعني الوقت الذي أخذ منا الله عز وجل الميثاق. اجتمعت هناك كل أرواح من ذرية بني آدم من يوم خلق السماوات والأرض إلى اليوم الذي سينهيها، وكانت هناك أرواح مرتبة مصنفة معلمة فيما بينها، ونحن كانت أرواحنا موجودة وقتها، نتقابل هناك ونتعارف على أرواح أخرى. ولما قابلت أرواح أخرى أحببتهم وألفتهم، وهناك أيضا من كرهته وقابلتهم في الدنيا كذلك. من كرهته في عالم الميثاق كرهته في الدنيا، ومن أحببته كذلك أحببته في الدنيا. والدليل على هذا عندما ترى شخص لأول مرة تراه، تقول: كأنني رأيت هذا الشخص في مكان ما، أو تكلمت معه في مكان ما لكنني لم أتذكر. هنا على ما يبدو أنكما التقيتم في عالم الميثاق أو الذر، والله أعلى وأعلم. لكن حتى إذا لم تقابل الشخص الذي تحبه في عالم الميثاق، يكفي أن يكون بينكما الحب بالصدق من القلب والعقل والروح. إذا غاب تشعر بالفراغ، وإذا حزن تبادلتما نفس الشعور. إنه الحب حقق المستحيل ولا زال يحقق المستحيلات. مثلا كأشهر قصة في التاريخ عن الحب: قيس
وليلى، الذي ظل قيس يبحث عن ليلى في الصحراء حتى ظل الكل يعتبره أنه مجنون. ومر قيس في ذات يوم المصلين في الصحراء، مر أمامه طبعا باحثا عن ليلى، ولما انتهوا من صلاتهم ذهبوا إلى قيس فقالوا له: ألم تنتبه يا رجل؟ لقد مريت أمام جماعة من المصلين، ألم ترى؟ فنطق قيس بفطنته وقال: لو كنتم تحبون ربكم كما أحب أنا ليلى ما كنتم لتروني أبدا، كما أنا لم أراكم. لا أعلم مصداقية هذه القصة لكنها مؤثرة. إذن فلا تستغل كلمة الحب لتشبع غرائزك الحيوانية ولا لأهداف أخرى. كن رجلا يا سيد، وكوني امرأة يا سيدة، لأن حتى بعض الحيوانات مثل الذئب مثلا يتزوج مرة وحيدة في العمر، فلا يخونان بعضهما أبدا حتى بعد الموت. في حالة موت أحدهم يقام حداد لا يقل عن 3 أشهر. وكذلك نجد عدة حيوانات أخرى تتزوج مرة وحيدة في العمر، كالبجع والنسور السوداء والنمل الأبيض كذلك. وفي البحر نجد السمكة الملائكية الفرنسية وغيرها الكثير. إذن فالحب شعور صعب جدا، فلا تتهاون فيه، لأن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن خديجة رضي الله عنها في الحديث الصحيح، قال: إني قد رزقت حبه. إذن فلا تتعب الإنسان بالكذب بالحب، كن صادقا أو اترك مكانك لغيرك. أنصحكم بالزواج عن الحب لتحققوا السعادة في هذه الحياة القصيرة جدا، وبعدها سيسكنكم الله عز وجل الجنة مع بعضكم، لأنه إن رزقكم حب عظيم في الدنيا وكنتم صالحين مع بعضكم وتجنبتم المعاصي سيسكنكم الله عز وجل الجنة إن شاء فعل. وهنا الكلام بالأخص للبنات أو للفتيات: لا تتزوجي أبدا لأن فلانة قد تزوجت، ولا تتزوجي أي رجل بماله ولا تعرفين عنه أي شيء، ولا تتزوجي أيضا ما يرضي العائلة، تزوجي ما يرضيك أنت، فالعائلة أبدا لن تدوم لك. إذن فأحسني الاختيار، وأنت أيضا يا رجل أحسن الاختيار. إذن في نهاية هذه الحلقة شاركني برأيك في مكان التعليقات، ودمتم سالمين.